السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أصدقاء القناة. فيديو النهاردة كان مفروض يبقى الجزء الثاني من موضوع الزواج أو الزواج من اللبنانية أو الطرق والوسائل والمهر والحاجات من دي، ولكن نظرا للكومنتات اللي جت علشان خاطر الموضوع دوت، فالنهاردة إن شاء الله هيبقى حلقة ردا على الكومنتات فقط ومن أصحابها. يعني انا مش انا اللي هرد على الكومنتات، احنا هنرد على الكومنتات من اصحابها. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية معانا استاذ رشاد. انت استاذ ازيك يا وليد؟ استاذ رشاد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انت استاذ وليد مش أنا استاذ رشاد، بما انك طبعا في حاجات كتيرة مكتوبة، انت شفت بالبداية، انت شفت الفيديو آه. تمام؟ في كومنتات كتيرة جت طبعا باللبناني، انا نص اللكنة مش فاهمها ومش عارفها. ففي البداية بس الأول حاجة أنا عايز حضرتك تتكلم، تقول حضرتك منين، إيه يعني، تعرف الناس بيك. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول شيء مشان موضوع الفيديو الاول، هو اسمه الجزء الاول، والمعلومات اللي ذكرها استاذ وليد ذكرها يعني شيء من عندي، شيء من بعض الشباب اللي بيعرفهم، ولكن موضوع ما بده هالقد، لا كذب ولا شتايم ولا مدري شو، عم نحكي شتايم بالمصري. المهم، في نقطة كتير نسيها استاذ وليد، او كان حيحكي عنها بالجزء الثاني، او مش مذكورة ابدا، اللي هي المهر. صعوبة الزواج من لبنانية، سواء نحن بلبنان تتزوج وحدة لبنانية او اي واحد تاني يتجوز وحدة لبنانية، المهر. وده طيب. كنا هنتكلم فيه بقى في الجزء الثاني، بس طيب، ما هو الصعوبة يا استاذ الرجالة. وليد، الصعوبة ليس في الذهب الشبكة، وليس انه العروس بتجيب معها وانت شو بدك تجهز اغراض وهي تجهز. الصعوبة في المهر. تمام. خلينا نقرا التعليقات. لكن في البداية كل اللي ذكر في الفيديو كل اللي ذكر صحيح، مفيش حاجة فيه عما خاطئة أو حاجة مبالغة أو حاجة اللي غلط. حس انه الموضوع تافه، لا، لانه المهر ما ذكر. انت التافه لما ما تسأل سؤال محترم. تفضل. حضرتك كنت قلت لي حاجة إن في حاجة عيب فينا إحنا كعرب، إن إحنا ما بنشوفش الكل. حرفيا أيوة. حرفيا. انا لما شفت الكومنتس وقريتهم انا والاستاذ وليد، ناس عرب ما بيقرا كل شيء، في ناس ما حضرت الفيديو للاخر، في ناس كاتبه كلام عيب ووسخ وشتايم. لا، مش هنتطرق للموضوع دوت، مش مهم. المقصد لما انت تكتب كومنتس محترمه حرد عليك. تمام. بس لما انت، مشكله العرب بيستعجل، بصلته محروقه بنقول نحن. عارف يعني بصلته محروقه؟ لا ما اعرف. يعني بصلته محروقه يعني مستعجل. يعني هو بيطبخ بيحرق مستعجل. البصله على قد ما هو مستعجل. وموضوع العرب انه ما بيقروا. يعني انت حكيت زواج، تمام. حكيت سبايا، وحكيت شيء غير، لا ما جبتش غير سيرة سبايا وما طيب، جبتش اي حاجه من انت الموضوع ده، زي ما حكيت، اتذكر. انت قلت زواج، ولا يعني كلمه زواج. تفضل. طيب. انا دلوقتي انا كده خلصت اللي عندي. حضرتك دلوقتي ايه، هتقرا الكومنتات طبعا زي ما قلنا، لان اغلبيتها باللبناني وانا اللكنه مش قوي. فحضرتك شوف الكومنت اللي حضرتك هتقراه وتعلق عليه. اول شيء سوري، ثانك يو، خلينا نوضح موضوع المهر بلبنان. ماشي، نتكلم في موضوع المهر. طيب، مهر بلبنان عم نحكي نحن عن السنه، اهل السنه والجماعه، نحن جماعه سنه. بالظبط، لان طبعا لبنان فيها سنه وفيها حرفيا. وده شيعة. من الكومنتس، يا اريد ننزل شوي تحت على موضوع لبنان فيها 18 في واحد ذكر 18 في واحد طائفة ذكر، بنبلش من هذيك الكومنتس. وفعلا كده ممتاز. نحن عم نحكي عن السنه. تمام. حدا جاب سيره المسيحيين؟ لا. حدا جاب سيره الدروز؟ لا. الارمن؟ لا. الشيعة؟ لا. ما احنا عم نحكي عن السنه. صح. طيب، انا من وين؟ انا من الشمال، من محافظه اسمها محافظه عكار. عكار اذا محافظه في الشمال، تتبع الشمال طرابلس، الضنيه، المنيا، وعكار. منيا عندكم فيها حاجه؟ عندنا في منيا، بس هي قضاء المنيا الضنيه، بس ولكن برضه في مصر، يعني فيك تقول محافظه المنيا الضنيه. اذا انا من عكار وكثافه سكانيه كبيره. تمام. طيب، بالنسبه لحجم لبنان. طيب، نحن عم نحكي عن السنه، عم نحكي عن الشمال، عم نحكي عن عكار تحديدا. طيب، بعض الكومنتس اللي موجوده يا استاذ وليد، بقى ايه، تعامل. كومنتس موجوده قدامنا على اللابتوب. فحضرتك شوف الكومنت وعلق. طيب. اللي هو التعليق. في واحد بيقول انا من طرابلس والزواج من لبنانيه بده مال هارون، هو قصده مال قارون. تمام. طيب، صح. اذا هو بيقول انا من طرابلس، واستاذ وليد ذكر في الفيديو ابتعد عن بيروت وطرابلس، اذا الكلام لا يعني اهل بيروت وطرابلس. تمام. علما انه نص اهل طرابلس من اصلهم من عكار ومن الضنيه، نزحوا من زمان وسكنوا في المدينه، ولكن الاصل والعوايد من وين؟ من عكار. انا مرت عمي
طرابلسية أصلا من عكار، تمام. وزوج عمتي طرابلسي أصله من طرابلس. كيف تزوج بهالسهولة هيدي؟ حنقول كيف. نرجع للمهر. المهر عند السنة مثل المهر بمصر وبكل دول السنة وكل دول المسلمين. تمام. النهر مقدم ومؤخر. تمام. بس مقدم غير واصل، زي برضه في مؤخر مصر، زي في غير مصر واصل. برضه. يعني انت حتكتب المهر. طيب المهر كام يا استاذ وليد؟ لو جينا على ايام ال 1500 تمام. وحسبتها على الدولار حيطلع رقم كبير. انا المهر تبعي كان 60 مليون، ما يعادل 40,000 دولار. بالليرة. بالليرة 60 مليون. 60 مليون وهو ليرة. مكتوب بالليرة. تمام. كان يعادل كام؟ 40,000 دولار. 40,000 دولار. اليوم بيعادل 600 دولار. حسب انا الوقت مهري والتوقيت لما والكلام اقدم ده كله. والمأخر 600 دولار. هلا تمام. احكي بالدولار، صح. بياخدوا بالليرة 600 دولار. طيب إذا المهر كبير 40,000 دولار. طيب أنا كم دفعت من 40,000 دولار؟ ولا شيء. ليش؟ لأنه مقدم 10 ملايين غير واصل، ومؤخر 50 مليون غير واصل. إيش يعني غير واصل؟ يعني أنا تزوجت الحمد لله وعندي أولاد، هل دفعت شيء أنا؟ لا. طيب إيش هدف المهر والمقدم؟ هذا عند الطلاق وبعدها يحلها رب ربنا العالمين. يكفينا شر الطلاق. آمين. ربنا يكفينا شر الطلاق. موضوع إنه نرجع للكومنت. نرجع طيب بقى نرجع للكومنتات. سوري المهر. المهر مبلغ ضخم، 40,000 دولار، 100,000 دولار، 150 مليون، 200 مليون. انت بتسمع ارقام كبيره، ولكن حرفيا انت تزوجت وعندك اولاد بس انت $0 دافع. تمام. نرجع للذهب. الذهب اللي هي انتم بتقولوا لها الشبكه. الشبكة. الذهب بشغلتين، اما هديه للعروس، هديه اللي هو $700. انت بتيجي تتقدم عندنا في مصر بتقول لك كده، يعني عندنا في مصر بيجي يقول لك ايه، الشبكه دي هديتك للعروسه، بس بيشرطوا فيها. هشوف هقول لك شو بعد الهديه. بيشرطوا فيها. هديه $700، $1,000، $1,500 او $400 بالظرف الاقتصادي اللي احنا فيه. $400 موجود عندنا، انا سميت لك اياه. تمام. طيب برجع نقول المهر $700، الشبكه انت هتجيب ذهب $700، $1,000. طيب في ناس بتجيب ذهب $5,000. عندنا بعكار بتجيب على شرط ان يكتب في المهر المقدم. يبقى انت حكيت شيء غلط. لا. اذا انت هتدفع $5,000 حتى تتزوج من لبنانيه، اما $5,000 تكتب فين؟ تكتب وين؟ في المهر المقدم. صح. اذا هو مهر واحد. او دفعت $5,000 وخطبت شهر سنه، رحتوا كزرته، يعني حصل يعني خلاف، حصل طلاق. كزرته يعني تفسحته. لا لسه خاطبين. لسه مخطوبين. خاطبين وراح اخذها وفسحها وكزروا باللبناني، يعني تفسحوا راحوا اماكن ومطاعم وصار خلاف قبل كتب الكتاب. تمام. وقبل الزواج بيرجع الذهب $5,000، بيرجع الذهب كاملة. يعني انتوا لو حصل يعني هيتفسح ببلاش. هيتفسح هيرجع الفلوس دي ترجع تاني؟ هترجع تاني، ده اتفاق. اما لو دافع $700 ذهب بيقول له اتركي لي اياهم هديه، هيدي ما بدي اياهم. هلا في صارت ناس بيسموها تعويض خطوبه $1,000 بس مش $5,000. اذا الذهب $700 هديه شبكه للخطبه والعوايد. 2 المهر شيء على جنب، هذا ديني بحت يخضع للشرع تماما. تمام. اللي احنا ما حكينا فيه بالفيديو ولا وليد حكى عنه. و3 اللي هو موضوع العروس شو بتجيب معها. يا حبيبي عندنا في لبنان في الشمال عكار، الضنية، المنيا، ونص طرابلس العوايدهم من عكار. الشاب بيجهز شقة، بيت لازم يكون بيت واحد. 2 هي بتجيب البراد والغسالة والتلفزيون وغرفة النوم، يعني الفرش غرفة النوم، المطبخ من الملعقة والسكين للطنجرة ولكل شيء. هلا في منهم هي بتكون مثلا وضع على قدها، مثلا وضع حالتهم ما كتير، فممكن هو يجيب الكنب. ممكن الاهل العروس يبالغوا يروح يجيب الكنب، القط القعده وكنب الصالون، ويجيب كمان شو، يجيب غرفة الأطفال، نجيب تختين. أمي طلعت تخوتي لأخوتي البنات، عمي طلع كنب وكنب، يعني صالون وقعدة وتخوته. طيب هذا بيرجع، بس أقله طبعا بتجيب. أول شيء بيسألوه شو حتجيب معك، وفي شو بتسموه هذا لما يعني هتجهز إيه قصدي؟ نحن بنسميه جهاز. شو بتسموه أنتوا لما قبل الدخلة بيجوا الأغراض وزمروا وطبل وجاب؟ هو ما فيش حاجة. هو العريس عندنا بيجهز الشقة بتاعته. العروس لما بتجيب الأغراض معها شو بتسموها هيدا؟ بتنقل العفش. تعملوا طبل وزمر ورنة. وبيفضلوا ماشيين في الشارع من عند بيت العروسه لغايه بيت العريس. نفس الشيء عندنا نحن،
بيقولوا طلعوا الجهاز بنجهز الطبل والزمر وعربيات مقطوره بتحمل عليها الحاجات دي وبيكب. كلها. احنا بنقول له انتوا بالظبط بتقولوا كده. عربيه نص نقل. عربيه نص نقل او نقل بقى، وفي ناس بتجيب مقطوره بيه، المقطوره دي اللي حسب حاجه بدها كبيره جايب. كده. مقطور. ليش؟ لانه النسوان عندنا بيقولوا مين جابت اكثر. زي ما يعني برضو نفس الموضوع عندنا، يعني هي برضو طيب. هلا بتعملوا نرجع للكومنتس. حضرتك بقى اقرا الكومنتات وايه وعلق على انا الكومنت. حفظت الكومنتات. في ناس بتقول لا بلبنان المرأة العروس ما بتجيب شيء. حبيبي مشكلتك اذا ما بتجيب شيء، عندنا بتجيب كل شيء. تمام. ده برضه حسب الاتفاق زي ما بيقولوا. لا مش حسب الاتفاق، هو يمكن منطقته، يمكن من ما بعرف جنوب، ما بعرف بيروت، ما خصني ما بعرف. اذا انا بحكي انا عن المنطقه بتاعتك الشمال وعكار. تمام. ونحن على فكره بنرجع بنقول موضوع تاني. تمام. موضوع خلينا نقرا هون. انا اتحداك تقدر على زواج امراه لبنانيه انت تحلم. اول شيء انت تحلم ليش؟ انت بتزوج منسي عجرم ولا بتجوز ممثله لبنانيه؟ البنت اللبنانيه بالريف مثل اي بنت في اي ضيعه في دوله. واحد. اثنين، انت اتحداك، ما هو الراجل ده متزوج الحمد لله ومبسوط والله يهنيه، صح؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني الكلام عام. طيب شو هدف الاستاذ وليد من هذا الحكي؟ الثقافه وتبادل الثقافات. ما كانش اكتر من كده والله. تتحقر بناس ولا اي حاجه، بتبهدل ناس، لا ذمنا في حد ولا انت حاجه. الحرب ولا شو دخل الحرب؟ نحن وناس فعلا كتبت موضوع انت بتتكلم عن ان في ناس بتحارب وناس بتتجوز. ما نحن اول شيء اسف يعني مع احترامي لحضرتك في الكومنت اللي اتكتب دوت. ما هي الناس في فلسطين يا ربنا يا رب يعفو عنهم يا رب وينصرهم، والناس بتتجوز في فلسطين. احنا ما قلناش كده عشان خاطر في حرب ولا ما فيش حرب، ما بنتكلمش في الموضوع ده خالص. ما دخل هيدا بهذا، تبادل ثقافات، صح؟ بالظبط كده. مصري ولبناني عايشين سوا في بلد برا. طيب موضوع بلاد الشام اللي هون اللي نبقى كل شيء على العريس هنا بلاد الشام كل شيء على العريس واقل مهر $5000 غير باقي المؤخر. تمام. بلاد الشام كلام غير صحيح. بلاد الشام لبنان، سوريا، الاردن، فلسطين. الاردن اصلا محسوبه على الخليج كمان. لبنان، سوريا. حتى في سوريا في عوايد، العروس بتجيب كتير اشياء بتجيب. والمهر انا صاحبي من دير الزور العرس كله كلفه كله كامله توتال $2000. دار الزور دي فين؟ دير الزور في سوريا. في سوريا. التوتال يعني حلويات على عرس على تكاليف على حفله على مدري شو على مدري شو $2000 $3000 يعني ولا شيء. طيب اقل شيء $5000 صح، بس انت عم يقول مهر. انت حكيت عن المهر ما جبت السيره المهر. طيب اقل شيء $5000 مهر كاش، هيدي بتتسجل الذهب $5000 ولكن من المقدم والمؤخر. نحن ما جبنا سيره المقدم والمؤخر. طيب غلط. الكومنتس اللي بعده نادو غلط. كل شيء على العريس والشبكه. لا حبيبي. وسياره لا مش مزبوط. العروس مين ما كانت تكون لما بتقول لك بدي سياره، لو انت يعني الناس حكت عن الكرامه وانا عندي كرامه، انت لو عندك كرامه وواحده طلبت منك سياره ما حتجوزها. بالظبط طبعا. طب اجيبها لنفسي الاول. فلما يكون الكومنت لما يكون الكومنت سخيف اسف على الرد. طيب هون في عندنا دلال غصن 36 بتقول انا لبنانيه ومش صحيح عم تحكي. اللبنانيه ما بتجيب شيء، المفروض الاستاذ العريس بيجهز كل حاجه. وطبعا اللبنانيه ابدا ما بتتجوز انسان متزوج. بلش من الاخير وكاتبه نحن عندنا كرامه وكرامتنا فوق كل اعتبار. هي بتقول لك يا وليد طبعا اللبنانيه ابدا ما بتتزوج انسان متزوج. انا قلت كده. اهم شيء ما تكون متزوج. انا قلت ودي اهم المصريين اللي بيسالوني عندنا مصريين لازم تكون ما متزوج. احنا عندنا مصريين يا جماعه ومصريات ممكن تقبل بواحد متجوز عادي، لكن انا عرفت ان في لبنان استحاله، وانا قلت كده في الفيديو ان استحاله تتجوز واحد متزوج. ممتاز. نرجع للكومنت نفسه تبع بتقول هي هون كل حاجه بتقول الاستاذ العريس بجهز كل شيء حسب وين منطقتك ومن وين عم تحكي حضرتك. انا ما دخلني. احنا عندنا لا اول شيء شو بتجيب معه. هون الكومنتس ده مش مهم، وسخ ما حنرد عليه، انسان سخيف. الكومنت اللي بعده المشكله انه شخص نصاب. لا مش نصاب، انت احترم حالك. معكم لبناني مدينة طرابلس على راسي وعيني، وقلنا الكلام. طرابلس مدينة وبيروت مدينة، يختلف في العادات والتقاليد بين بيت وبيت. صح. بيت وبيت. يعني ممكن تدخل بيت، يعني مش هيقول لك اتكل على الله، هيقول لك اتفق انت وياها، اتفقتوا موضوع الكتب الكتاب سوري المهر والمقدم كتب الكتاب حسب الشرع. اما بتجيب لها خاتم، بتجيب لها ذهب، بتجيب لها سيارة، مش كل منك إلها. هذا عم نحكي مدينة. أما الريف مختلف في عادات وتقاليد. اللي بعده بيقول يا جماعة واحد ما عنده عقل وما بيعرف شو عم يحكي. لا اسمع الفيديو حتعرف انه نحن شو عم نحكي. كومنت تفاهة انسى، يعني كومنتس عم ده اللي كان بيتكلم عن موضوع ان في حرب.
اللي عم يقول انه الناس حرب وانت عملت ايه، لا موضوع ثقافي، تبادل ثقافات. الناس بحالة حرب وانت تفكر بالزواج، لا عم يفكر بالزواج ولا شيء، هذا موضوع ثقافي. طيب وليد، انت ليه ما حذفت الفيديو من الاساس؟ لان انا مش شايف ان في حاجه غلط، وحتى ما تطلع كذاب وبالظبط ما وهربت. اطلعش كذاب. ان انا لو حذفت فيديو معنى كده ان كل الكومنتات اللي جت كومنتات صحيحه. حرفيا لو حذف الفيديو يعني كل الحكي اللي حكيه غلط وهو هرب منكم. نهرب نحن شو لا عملنا؟ نحن ما عم احذف فيديو ليه؟ ما نحن عم نتبادل ثقافات وعم نحكي، والكلام بالظبط. هذا انا شايفه عادي جدا. غلط كلامك. الكومنتس بيقول حسين سالم غلط كلامك، ما بيقبلوش الا شقه مفروشه وكل شيء على العريس. شقه قلنا ايه؟ مفروشه لا حبيبي، بنجيب نحن كل شيء. ممكن انا عريس بجيب الكنبيات بنسميه غرفه النوم. انا قلت لك غرفه النوم اساس غرفه النوم، يعني التخت تبقى جاهزه. احنا قلنا، انا السرير، قلت كده، الدولاب، قلت السرير انتوا بتقولوا له والدولاب خزانة. والكومودينو يعني غرفه النوم على العريس كامله. كامله. انا قلت كده برضه. هو العروس بتنقيها بس العريس بيدفع. وبرضه عندنا في مصر العروسه يعني حق عندنا في مصر العروسه بتنقي كل العفش والعريس هو اللي بيدفع. يعني جودة هو الحاجه اللي وليد بتتفق عم عليها تحكي عن يعني. غرفة نوم تقيلة، يعني غرفة النوم لا تقل. تخيل غرفة النوم $3000 $5000. برضه عندنا غرفة النوم وصلت في مصر تقريبا حوالي دلوقتي 100,000 جنيه طيب يعني تقريبا. يعني انا وصلت جايب في مصر لها دلوقتي انا جايب لها 100,000 ذهب جنيه. ب $700 لهدية الشبكة، وغرفة النوم ب $5000. هيدا موضوع ما له علاقة بهيدا. صح. انا قلت ان هو بيجهز غرفة النوم كاملة، انا قلت كده. اما الكنب بتقولوا كنب، انا كنبيات صوفيات بيقولوا لها ناس، بعد ناس. التلفزيون، غسالة اخي في اغلى البراد، الفرن الغاز، وشو كمان اغلى شيء اللي هو سخان غسالة بوتاجاز سخان. ايش يعني سخان؟ سخان اللي هو بيسخن ميه. لا هيدا نحن بنسميه اظن هذا تابع للصحيه. لا ده احنا عندنا بيجي، بس عندنا في مصر نوعين، في غاز وفي كهرباء. لا وده لا بيشتري وده بتشتري. لا هيدا العريس هيدا جزء من الصحيه. لا ده بس في بسموها نحن في المايكروويف. تلفزيون وفي الميكروويف دلوقتي بقى، في مايكروويف وفي تلفزيون او تلفزيونين 3 4 بيجوا دلوقتي في مصر. تعرف عندنا قديش بيطلعوا تفاصيل وشغلات، يا الهي شو بيجيبوا دلوقتي بقى. في الاير فراير دلوقتي كمان بتيجي في مصر. وتمين اللي بيتحملها ما بس ايام الاب او ايام الاخ، يعني بتبقى زي هديه كده. لا الام بتقول لهم يلا يا شباب ساعدوني اعمل جوز اختكم. فالشباب يعني ممكن لو اخواتها الكبار يساعدوها. طبعا كبار صغار اللي قادر يدفع ساعدوني عشان نجهز البنت. طيب مسكين الشاب بده ينشهر. لا مش مسكين، انت مسكين. اللي بعده اقرا. نحن كعرب مصريين دائما مصرين على ثقافيا تموت يميت شو هذا برضه بيتكلم عن الحرب ما دخل الحرب يا حبيبي، لا تخلط الامور ببعضها. الكومنت اللي بعده عن جد في ناس بهالتفاهه. احترم نفسك، انت اللي احترم نفسك. انا سوري بدي رد. احنا قلنا الكومنتات دي ممكن ما نقراهاش. طيب صح، هو اول هيك. اول شيء بيظهر جهلك باللبنانيين 18 طائفه ولها قوانين وعادات. صح. نحن عم نحكي يا استاذ وليد، قلنا الشمال ويكونوا سنه. السنه بس السنه اللي هم مين؟ سنه اللي هم الكتب الكتاب والشرع عندهم زي شرع مين؟ زي شرع مصر والازهر مصر. بالظبط كده. نحن ازهر لبنان يتبع لمين؟ ازهر مصر. ده معلوماتك غلط، حكينا كثير. اللي بعدها كرمال الله خليه يسكت. حبيبي روح احكي. مين ليش بدك تسكت الزلمه؟ روح انت احكي، ما حدا بيسكت حدا اليوم. نفس الموضوع في حرب. عيب عليك في حرب، موضوع ما دخلوا بالحرب. احلى شيء انت وشطارتك، اكيد من السوريه اقل سيكه، ما عندك اخوات. عيب ايش دخل هذا بهذا؟ شفت العرب شو خص هذا بهيدا؟ شو هي التجاره ما عندك يا حبيبي؟ التجاره شو عم نحكي ثقافتنا نحن. والله العظيم ما هذا الفيديو الغريب، والله وصلنا الى قمه الهبل. ما الله لا هبل ولا شيء. يعني هلا لو حطيت له ماتش كره او وحده بترقص رح ينبسط. نجي على هيدا الحلو اللي هون، اللي هو جلبير شهوان. جلبير شهوان مبين من اسمه جلبير شهوان. شو رايك انت؟ هو مسيحي. نحكي بالعربي المشبرح. العربي المشبرح بلبنان يعني العربي الصريح. ايش اسمه العربي المشبرح؟ مشبرح. جلبير شهوان قال له تتزوج باللبناني صعب تتزوج. ليش يا حبيبي صعب؟ اول شيء اذا انت مسيحي مع احترامنا لك ما عم نحكي عن المسيحي، عم نحكي عن جامعتنا. نحن لبنانيين وعايشين ومنذ 1956. ما عم نحكي عن تاريخ لبنان. اذا بدك حلقه ثانيه بنحكي عن تاريخ لبنان ان شاء الله. لبنان كله قلد ودولة لبنان سنة 1956 اعلنوها مع قوار. صح. طيب اللي هو التاريخ. الكومنت اللي بعده استاذ وليد، اول شيء مين قال لك انه البنات اللبنانيين رايحين مصر يا حبيبي؟ احنا قلنا تشرفوا وتنوروا. تشرفوا. احنا قلنا لو جايين مصر تشرفوا وتنوروا.
شرفوا وتنوروا لو جايين مصر. انا ما قلتش والله ان طيب. انتوا جيتوا خلاص. رانيا استوديو، هي شكلها عندها استوديو. صبايا حرب قصدك. سبايا حرب قصدك، احترمي يعني. يعني زواج. انت شو قلت؟ صبايا حرب ديت يا انسه رانيا او مدام رانيا، دي بتبقى عباره عن ان انا القريه بتاعتي، او زمان بقى نتكلم زي الجاهليه، مدام صبايا حرب وحضرتك خالتي، ان قبيله هجمت قبيله تانية وخدت النساء بتوعها سبايا. دي معنى كلمه سبايا. لكن دلوقتي حتى ما يبقى في حرب، يعني ما يبقى في حرب ودوله اغارت على دوله تانية، ما بتاخدش الستات بتوعها، بتسيبوا الستات زي ما هم. مش هتاخد ستات، هي هم مش فاضيين ياخدوا ستات، يعني هم عايزين يخشوا يدوروا وخلاص. العنوان الزواج، زواج يعني حلال يعني. لكن كلمه سبايا حرب دي حاجه تانية خالص. وهذا دليل العرب انه عرب بدلوا عرب، يعني زي بيقول الزلمه يعني راجل. الزلمه عارف الزلمه عن راجل. الزلمه هيدا بيقول زواج وهي راحت على موضوع تاني. كومنت وسخ بيقول مدري ايش، وكومنت اللي بعده لا بشرفك كم وحده بدك تزوج. ما حدا حكى عن تعدد زوجات، ولا الزلمه ما خصه بالموضوع. واخر كومنتس من صاحبه. لا في تكملتها، وهي حتى تكون تتزوج سنين شو تافه انت. لك معك مش فاهمها. ايوه ما مش فاهم الكومنت. هفسر لك. عم بتقول لك معك تعيش وحده حتى تتجوز اثنين. ما حدا قال انه هو او غيره عم يقول بده يتزوج اثنين. هو في ناس اسمها ايه؟ ميرنا مطر. انسه ميرنا او مدام ميرنا. في واحد واثنين وثلاثه واربعه وعشرة وعشرين معاهم مقدره ان هم يتجوزوا اثنين وثلاثه واربعه. في ناس عندهم مقدره ان هم يتجوزوا كده. انا ما اتكلمش عن نفسي أصلاً. وما قلتش كده اصلا في الفيديو. انا قلت في الاول خالص ايه اللي هيتجوزوا، قلت ان في حاجه غلط، ان الناس هتزعل منها، ان ما بيجوزوش واحده، ان اللبنانيات لا يتزوجون من شخص متزوج. يعني انا قلت كده برضو، يعني انا قلت كده. يا استاذ وليد انت محترم جدا. اسف، العرب عرب ما بيسمعك للاخر ولا فهم شو حكيت. اول 5 ثواني سمعك بتحكي راح كاتب كومنتس وهذا اللي بدك تزيد شيء. طيب. لا حضرتك بقى استاذ عايز تزود اي حاجه تانية؟ انا عايز ازود شغله واحده. لو انا عندي صديق مصري مش متزوج، انا بستقبله عندي بلبنان زياره فقط. طبعا بدي يكون انا معاشره بالغربه ومعاشره يعني تكون عارفه وعارف اخلاقه، مش مسلم وبيصلي. انا انسان مثلا الاستاذ وليد الحمد لله انه متزوج، ريحني والله يخليه لاهله. الله يخليه. اول شيء انا معاشره بالغربه بالمال، ومعاشره ايش بالغربه غربه ومال، يعني صح. في فلوس بين بعضنا معاملات. صح. ممكن استضيفه عندي اهلا وسهلا وبكفله باخلاقه. غير هيك ما لي علاقه. اخذوا منك $1000، اخذوا منك $100,000، زوجوك ما زوجوك، انا ما لي علاقه. بستقبلك سنه واللي بعدها الصيفيه اللي بعدها والصيفيه اللي بعدها، وبتزور ناس وبتتعرف عليهم، وكلهم رح يستقبلوك اصلا واهلا وسهلا من جاي من مصر. وكل العيال اللي حتضيفك حتغديك وتعشيك الصيف الجاي ان شاء الله نشوف موضوع الزياره بتاعت لبنان دي ان شاء الله. انت شوف الناس حتستقبلك اول شيء. بص يا يعني احنا بنتكلم دلوقتي فعلا. انا يعني احنا لا انا بس اقول شو كيف موضوع. اما لما بتجي بقول ده زلمه هيدا بده عروس منك الهم، انا ما بيجي تقول ممكن ما يزوجوك، انا بدخلني. صح انا فهمت. لكن هو الموضوع سوري قصدي مش موضوع انك تشتري انت شو بتسموه بندوره، بنشتري سمك وبنشتري ما بنتقيش طماطم. مش انت بتنقي طماطم، تنقي وحده انت يلا احملها ادفع $1000 واتكل على الله. يعني جماعه بنحكي زواج، شو بكون انتوا تفضل. احنا يا جماعه الفيديو دوت ما كانش اكتر من ان احنا كانت زي ما تقولوا كده فضول. انا كان سؤالي من الاول خالص كان فضول ايه طريقه الزواج او ازاي الجواز في لبنان، لان احنا عندنا في مصر والناس كلها عارفه موضوع الجواز في مصر بقى مكلف جدا جدا جدا، حتى مع الحياه دلوقتي اللي موجوده، مش موجوده بقى في مصر كلها، اللي موجوده دلوقتي في كل الدول العربيه، من ارتفاع في المهور او ارتفاع في اسعار التجهيزات بتاعه الشقه او الشقه نفسها. فالموضوع كان من باب ثقافه، وان انا اعرف موضوع جديد خالص عني. والله وكنت بقول استاذ رشاد ان انا كنت بفكر، لان برضو لينا زمايلنا توانسه ولينا زمايلنا مغاربه، كنا هنتكلم في كل واحد طريقه الزواج في البلد دي. انا ماليش دعوه بقى اللي هيقرا اللي هيشوف الفيديو ده هيتجوز ولا مش هيتجوز، هينفذ ولا مش هينفذ. دي حاجه مش بتاعتي، ودي حاجه انا ما بعملهاش، او ما بحسش حد انه يتجوز او ما يتجوزش. دي حاجه مش بتاعتي، انا مالي. انا ما اقدرش احكم على واحد شاف الفيديو او سمعه معاه فلوس يقدر يتجوز 2 ولا لا، يتجوز 1 ولا لا حتى، او يتجوز من الاساس. دي مش بتاعتي، عطوه ولا ما عطوه بالظبط. فهو ده كان الهدف، الثقافه مش اكتر من كده، وموضوع ان احنا نقرب الشعوب العربيه من بعض، مش اكتر من كده. اسف على المقاطعه استاذ وليد،
الحمد لله هذا بيدل على سهولة الزواج عندنا بالشمال. مثلا سهولة الزواج انك انت يا جماعة في مهر ومهر كبير بس ما بتدفع شيء. لا سمح الله صار طلاق حتروح في داهية في داهية حتجيب المقدم بالأول وحدة هتتروق زي ما بنقول عندنا في مصر كده، هتتروق زي برضه نفس الطلاق عندنا في مصر إن شاء الله بتتروق فيه. لو إن شاء الله بقيت متزوج ولكل العمر وتوفيت وما دفعت المهر، زوجتك يا بتسامحك قد ايه على القبر، ما بتسامحك الا على القبر، وبشرط انك ما تتزوج عليها. بتقول لها سامحيني، بتقول لك لا يخرس الدعم، اذا متت وما تجوزت علي بسامحك بالمهر. لهيك الله رب العالمين قال بالقران اذا ان تعفوا. او يوم القيامه هي لها الحق توقف عند رب العالمين وتقول له انا تقتص منك في الموضوع ده حرفيا. ده المشايخ بيأكدوه. المهر مش لعبه، ولكن هذا موضوع شرعي، ما حنفوت بالموضوع الشرعي. ولكن سوري، انت اليوم تزوجت صار عندك اولاد، دفعتي قديش؟ دفعت هالقد. قديش؟ هالقد. الموضوع ده حجد اتفضل. غير الدفع قد كده، غير الدفع قد كده، غير الدفع. اتفضل. في النهايه يا جماعه احنا ردينا على كل الكومنتات اللي كانت موجوده. لو في حد حابب يرد على الكومنتات ديت من الكومنتات ديت يا ريت يرد، مفيش مشكله. ما عجبكش الفيديو يا عم خالص ما تتفرجش عليه، ما تتفرجش، اعمل انلايك، ممكن تعمل انلايك. احنا الحمد لله شايفين اهوت في 7 لايك، يعني في 7 عجبهم الفيديو. انا منه انا استاذ رشاد منه. وفي الباقي كل التعليقات اغلبيتها تعليقات سخيفه، يعني حتى تعليقات مش ينفع ترد عليها، تعليقات سخيفه. فحضرتك الفيديو اللي اتعمل او اي فيديو، انا بتكلم في العموم، انا بتكلم عن نفسي، انا بشوف فيديو حاجه من الاثنين، اما بتفرج عليه واكمله، يا اما ما اتفرجش عليه خالص لو ما عجبنيش. ولو رديت برد باحترام، ده من الاخر، ده الشخص المحترم اللي بيفهم المثقف. حدا سأل اين المهر؟ حدا سأل كم المهر؟ لا. انا لو بتفرج على واحد غير استاذ وليد، اول كومنت ممكن تكتبه كم المهر، او نعمله بقى فيديو، كنا نعمله فيديو تاني والله. احنا مكتوب انت الجزء الاول لازم، واحنا قلنا يا جماعه انتوا سبقتوا والله الاحداث، ده كان جزء اول اللي هو ازاي والطريقه، بس تغير العنوان كله يعني ما بعرف شو راح يصير، كتغيير عنوان فقط، لانه ما ينفع جزء ثاني ولا ثالث. ممنوع دخول البنات والسيدات الزواج من اللبنانيه الجزء الاول بس، مالناش اكتر من كده. انا احس العنوان هنحذف حروف مثلا ولا حاجه، ممكن شوي نلعب بالعنوان، ولكن مثل ما قلت حضرتك اللي بده يحضر يكون محترم ويضرب بالظبط، مش اكتر من كده يا جماعه. على العموم برضو في جزء تاني من موضوع الزواج من اللبنانيات برضو، ولكن دي هتبقى فيها مقارنه مع مصر، لان دي انا حاجه عارفها في مصر، وهسال او انا سالت وكنت هعمل الجزء والله العظيم التاني ده النهارده، ولكن استفزتني التعليقات، فكنت لازم ارد عليها. انا ما بعرفش ان انا اسكت، فكنت لازم ارد على التعليقات بمنتهى الصراحه، وارد على التعليقات. وعمري مع حياتي ما اتعودش حتى ان انا احط كومنت على اي بوست او حاجه واحذفه. استاذ وليد عندي قناه انا ونشرت كتير فيديوهات ووقفت من 5 سنين. ليش وقفت؟ سألني. عشان الكومنتات، عشان العرب برضه. اتفضل. ففي الاخر يا جماعه الخير، زي ما قلت، الموضوع كان مجرد ثقافه ونقل ثقافه، مش اكتر من بلد تانية يمكن بعيده. واغلبيه الفيديوهات دي يا جماعه برضه انا عاملها عشان خاطر مصر، مش عاملها عشان خاطر اللبنانيات ولا الكلام ده كله ولا اي حاجه. فيا ريت بس الناس تشوف الفيديو لغايه الاخر، وبعدين تعلق زي ما قرينا نص الكومنتات كده، ما كملش الفيديو لغايه اخر، وزي ما بيقولوا احنا في مصر كده نط في نص الكلام. فالاغلبيه كده نط في نص الكلام، خد اللي على مزاجه وما فهمش وقام معلق. الجزء الثاني ان شاء الله هيبقى مقارنه بين حاجه مهمه قوي بين مصر ولبنان، في حاجه قبل الجواز. الشمال. هنحدد في الشمال عشان خاطر بعد كده هنحدد في الشمال. سياره ب $2000 ب $20,000 ايش دخلنا؟ هنحدد بقى ان الكلام ده على الشمال، مقارنه بين حاجه مهمه في مصر، مهمه قوي في مصر، وبين حاجه تقريبا طلعت مش موجوده غير في مصر بس. ماشي يا جماعه؟ عرفت. وكل سنه طيبين، واسف ان احنا طولنا في الفيديو دوت، ولكن كانت لازم يبقى فيه رد على كل الكومنتات دي. مع الف سلامه. الله معكم.